بعد ما المبيعات بيجي لنا العميل لحد الشركه وخلاص اتفقنا على التصميم وابتدينا خلصنا ال 2 دي وال 3 دي وخلصنا مع العميل واقتنع بكل حاجه، نبتدي نشتغل في الوركينج، ودول ال 11 اللوحه التنفيذيه اللي بيقدر المكتب التنفيذي بيشتغل بيهم. الوركينج لما بنخلصه بنعمل حاجه اسمها الكوتيشن، بتكون عباره عن 4 مراحل. طبعا بيعتمد معايا فيها المكتب التنفيذي لانه بيبقى عارف اسعار السوق في الفتره الحاليه بتكون بقت ايه في المصنعيات او في الفواتير. طبعا قبل ما بنبدا اي بند لازم نعرف العميل تكلفه البند ده هيكون قد ايه سواء كمصنعيه او فاتوره، وبنعرفه قيمه الفاتوره لانه وارد يكون عنده هو مورد هيجيب له بسعر اقل فيديني كونفيرمد على الفاتوره بنشتريها له. فطبعا كل ده بيكون مواصفات المكتب التنفيذي وهو بيساعدني في النقطه دي ان احنا نجيب احسن خامات للعميل ونقدر ان احنا نشتغل له في الموقع. بعد ما بنعمل الكوتيشن المكتب التنفيذي بيستلم الوركينج عشان يشتغل بيه. اتفضل. نبدأ بقى نستلم الوركينج اللي هم عبارة عن 12 لوحة فيهم التفريدة بتوع الوحدة كلها بطريقة الشغل. نبدأ ان احنا عندنا ترتيب للموقع، بيبدأ بالمراحل الأولانية زي التعديلات المعمارية والتأسيسات، مرحلة مرحلة كل واحدة مكملة التانية. بنبدأ عندنا طبعا ترتيب البضاعة والخامات الترتيب عموما اللي بيمشي فيه السيركوليشن بتاع الشغل، وبيبدأ ده برضو بمتابعة من المكتب الفني علشان نبدأ نحقق ال 3 دي او المنظور اللي المكتب الفني عمله وحققه كصورة، نبدأ ان احنا ننقله على ارض الواقع بالظبط زي ما انت شفت شقتك في صورة بتشوفها على ارض الواقع. طبعا لما بنيجي بنشتغل بجدول زمني مع العميل، بنعرفه احنا الوحده بتاعته دي هتاخد توقيت قد ايه ان احنا نشتغل فيها، وبنعرفه التكلفه الاجماليه. وطبعا يعني بسبب اسعار السوق بنعرفه انه بيكون في زياده او نقصان على حسب الماتيريال لما بنيجي نشتريها في التوقيت اللي بنشتري فيه. طبعا كل اسبوع بنعمل زي داشبورد كده بالتفاصيل بتاعه الوحده اللي هنشتغلها على مدار الاسبوع، وبنعرف العميل بنهايه كل يوم خميس احنا وصلنا لحد فين في الوحده بتاعته.